ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو من فيديوهاتنا تابعونا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. اولا كده اول ما بنبدأ حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي وبمناسبة المدارس، وبهني الشعب السعودي باليوم الوطني بتاعه، وكل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة كده يا رب على خير. هنا بقول لكم طبعا ايه، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتعالوا معانا النهاردة هنشوف يومنا هيمشي ازاي. بصوا بقى، هنا انا ابتديت ايه، قلت هفتح الشباك عشان نشوف هنعمل ايه النهارده في يومنا. المهم لقيت الشمس جامده او لقيت التليفون مش باين، فاستنيت شويه. هنا كده كنت رجعت بعدها بشويه عشان ايه، اعرف طبعا الاضاءه والتليفون ما تبقاش ايه مضايقاكم. المهم هنا طبعا كنت بقول لكم، طبعا رجعت اقول لكم المقدمه تاني، ورجعت اقول لكم وحشني. المهم النهارده ايه، طبعا كان عندنا يوم حلو الحمد لله رب العالمين على كل حال. المهم ايه، انا عملت روتين كده قبل ما انزل ورجعت كملته تاني بعد ما ايه رحت مشواري وجيت. النهارده بقى هتشوفوا معانا مشواري كان فين وروتيني كان ايه، وخليكم معانا. ما تنسوش زي ما قلت لكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والمشاركه كتير. بصوا بقى، انا النهارده بقى ايه قلت ايه قبل ما انزل هعمل ايه. لما كان عندي حبه ملايات وفوت، قلت احطهم في الغساله الفهم لفه كده صغيره. هنا طبعا كنت بحاول اظبط لكم الدنيا، الرنجلايه اتكسر مني، بس ايه يعني هحاول اظبطه برضه عشان ايه اكمل. هنا بقى ايه كنت ظبطته شويه. المهم بقى ايه، بقول لكم كنت بكلمكم كده بس معرفتش اكمل معاكم يعني بصوتي، لان كان في ناس ماشيه في الشارع بتبيع حاجات وكان في عيال بتلعب والسكان عالي، فانا قلت بقى ايه ارجع اسجله معاكم صوت عشان نتكلم مع بعضنا سوا كده ونبقى ايه سامعين بعض. هنا ده بقول لكم ان انا ايه الصبح قبل ما انزل حطيته في الغساله وسبته يتنقع، وقلت اروح مشواري وارجع اكون ايه اتنقع وايه واخلص كده وايه واخلص على طول. بصوا بقى، هنا ابتديت بقى ايه اعمل ايه. انا غسله زي ما قلت لكم ملايات وفوت. هعمل ايه، هجيب الاول معلش الفوط القصيره هحطها في الاول، وبعد كده البشاكير، وبعد كده الملايات. كل حاجه بقى ايه بتدور كده، الاقصر في الاطول فالاطول كده. هنا طبعا انا عشان الشباك عالي عليا والحبل بعيد شويه، فلازم بقى ايه يعني بشب شويه كده. هنا بصوا بقى ايه بقول لكم، انا بعد ما بتعملي المرحله دي بتلاقي الغسيل معاكي حاجه تانية وحاجه زي الفل. انا عايزه اقول لكم ان دي تالت مره اسجل فيها الفيديو، يا ريت ما تضيعوش مجهودنا ده على الارض يا جماعه. ماشي، انا حاسه ان المشاهدات اليومين دول مش مظبوطه انا بتعب والله في الفيديوهات دي، يعني يا ريت تقدروا تعبنا وتشاهدوا لنا الفيديوهات واللايكات بتاعتكم الحلوه وكومنتاتكم. هنا بقى بصوا بكمل معاكم. بصوا والله الحاجه بقت زي الفل. تظبطي مسحوقك وتظبطي اذا كنت بتحطي كلوركس الوان حاجات زي كده، ظبطيها وخليها يعني مع الحاجه في الغساله وسيبيها شويه ساعه ساعتين 3 بالكتير قوي، وترجعي تكملي عليها هتلاقي الحاجه بقت زي يعني زي الفل. وكده كده انت داخله على مدرسه طبعا، هيروحوا يبهدلوا روحهم ويجوا، هنحتاج طبعا ان احنا ننقع الحاجه عشان ايه نرجعها تاني. هنا انا كنت بكلمكم ايه على الحاجات دي واحنا ايه بننشر كده، كنت بحكي لكم كده المفروض نتصرف ازاي ونعمل ايه. بس زي ما قلت لكم ان كان في اصوات عاليه وبياعين وكده في الشارع، فما كنتش عارفه اكمل معاكم. اهو هنا بقى بقيت الفوط برضو كله كده جنب بعضه جنب بعضه وورا بعضه، كل حاجه ايه هتبقى متظبطه. ظبطي حاجتك هتبقي مرتاحه، هتبقي عارفه بتعملي ايه، تبقي عارفه حاجتك فين، هتبقي ايه دماغك رايقه. نشوف الحاجات الاهم اهو.
الشمس طبعا كانت طالعه جامده قوي في الوقت ده برضو. هلف بقى واقلب على الحاجه اللي انا عايزاها. هنا برضو بقيت لي كيس اللي هي الصغيره عشان احطها في الاول. هرجع بقى طبعا بعد كل ده ايه اكون ايه ظبطت الحاجه وظبطت الغسيل وكده، وهنشوف هنكمل بقى ايه يومنا ازاي. هنا انا كنت تقريبا جات لي رساله او حاجه فكنت بقفلها وما خدتش بالي ان الكاميرا اشتغلت تاني، تقريبا دوست على الزرار شغلتها تاني، بس انا ما كنتش واخده بالي بصراحه. اهو خدت بالي كده فايه. بصوا بقى هنا بقى ايه بعد ما خلصت وكده قفلت الشباك طبعا عشان الاضاءه ما كانتش مظبوطه. هنا بقول لكم ان انا خلصت الغسيل ونشرته وسايبه بقى ايه على الحبل. هنا بقى اوريكم الحاجه اللي انا جبتها. رحت طبعا نزلت اشتريت هدوم للمدرسه. اشتريت له التيشيرت ده بس، واشتريت له شروالين بس عشان هو عنده ايه يعني من السنه اللي فاتت حاجات تانية، وانتوا عارفين ان الحاجه غاليه وكده فكفايه عليه قوي كده. لسه اخواته ولسه كده يا ربنا يعيننا ويعين الجميع يا رب. هنا بقول لكم ده ايه 2 يغير فيهم واحد قصاد واحد وكده. وطبعا الشتا جاي وهيعوز برضو جاكيت شتوي او كده شويه كده، لما ينزلوا الشتوي نبقى ايه نشوف له، وربنا ييسر ويكرم ان شاء الله. هنا بقول لكم طبعا هو معاه هدوم السنه اللي فاتت وكده، ده جنب ده، واخواته طبعا كل واحد هيعوز يعني نعيشنا برضو حاجات تانية، فحاجه حاجه كده نمشيها عشان ايه نقدر نمشي دنيتنا. انا كنت بظبطها اهي عشان ايه التليفون مكفي كده لتحت فمش عارفه اشوف. هنا بقى ايه كنت ساعه ما نزلنا الصبح طبعا يعني خدت لكم كده حاجات بسيطه. كان يوم حر بقى وزحمه بس الله المستعان برضو. انا طبعا كنت نزلت واشتريت حاجات كده للبيت الحاجات دي. هنا طبعا مش شايفه التليفون مش عارفه اشوف حاجه، عماله كل شويه داريه كده. وبرضو هنا طبعا ربنا يا رب يرزق الناس كلها. الناس كانت جايبه برضو حاجتها اهو. كنت كل شويه اقول له خليك جنبي ما تبعدش بعيد عشان طبعا انتوا عارفين الدنيا زحمه وكده المهم نزلنا بقى ورحنا بقى واشترينا حاجتنا ولفينا لفتنا بس عايزه اقول لكم برضو الاسعار يعني تعتبر معقوله برضو يا جماعه، يعني نمشيها ونمشي معاها مش اشكال. برضو يعني احنا مش هنعوز نجيب حاجات كتير، يعني لو عندك حاجه من السنه اللي فاتت هاتي حاجه واحده بس جنبيها كده وخلاص، وبرضو يبقى اسمه جاب حاجه جديده وفرح، يبقى برضو زي وزي زمايله حد جايب حاجه جديده. انا ما جبتش شنط ما جبتش كوتشي لان هو عنده يعني بصراحه كان بتاع العيد وكده فقلت لا خليه لسه جديد ما لبسوش الا مرتين فخساره. وشنطه السنه اللي فاتت سليمه نغسلها ويروح بيها ما يجراش حاجه. بس انا حبيت برضو اجيب له يعني تيشيرت والبنطلونين بحيث ان تبقى حاجه جديده يروح بيها. وده كان يومنا معاكم، ما تنسوش. سلام.